السلام عليكم مشاهديني الاعزاء، انا ساره سيد. لاول مره تشوفيني، انا جيت يا جماعه. اولا انا بقى كتير قوي ما صورتش في الاوضه بتاعتي، فانا فرحانه جدا. ثانيا النهارده هتكلم عن ازاي اشتري هدوم بالة بس مش من الوكاله. مؤخرا ناس كتير قالت لي ان الوكاله غليت وهما مش بيعرفوا يشتروا منها، فده انا هعمل لكم فيديو مخصوص ان شاء الله الفيديو الجاي نصايح الشراء من الوكاله، وانا هوريكم الاماكن بالتصوير انا بشتري منين، وكمان كل حاجه. فهيبقى فيديو اسمه نصايح فيديو الوكاله ان شاء الله، هينزل الفيديو الجاي، فانتوا تابعوني علشان ما يعني انا بزعل قوي لما حد بينزل الوكاله وبيبقى مسافر ومش بيعرف يشتري. ثالثا بقى انا هخش في الموضوع على طول علشان ما نرغيش كتير او في خبط ورزع، مش عارفه اوظهر لكم، بس حاولوا تركزوا معايا، انا ركزوا مع صوره. ده الصوت بدأ يعلى. طيب هخلص بسرعه. اول حاجه انا بلجأ لاتنين، بلجأ للمحلات اللي بتبيع بالكيلو، وبحس ان انا ساعات لما بنقي قطع خفيفه بتبقى وزنها خفيف جدا، فقطعه ما بتعديش ال 50 جنيه و60 جنيه، وساعات القطع الكتيره بتبقى بالتيكت. وفي ميزه عندهم ان هما بنقيس اللبس، فبيبقى افضل بكتير من ان احنا نشتري في الشارع، وساعات في ناس كتيره بتبقى مش عارفه مقاساتها، فانت بتقيسي وبتجربي علشان ما تزعليش على القطعه اللي انت هتشتريها. وانا بصراحه لفيت محلات كتيره بتبيع بالكيلو، يعني لفيت في الجيزه ولفيت في المنصوره ولفيت في راس البر، يعني كل حته بروحها بتقابلني، ولفيت كمان في اسكندريه. فاغلبيه الاماكن انا فده كلامي ده بيدل عن ايه؟ بيدل ان انت هتلاقي محلات بتبيع بالكيلو كتير قوي في اي محافظه انت عايشه فيها. تاني حل بلجأ ليه وهو الاونلاين. انا بشتري لبس بالة اونلاين او سكند هاند زي ما احنا بنقول. طيب انا البروف اللي انا لابساه ده انا لبسته النهارده عشان اوريكم كمان شكل اللبس اللي انا ببقى شارياه اونلاين من غير ما اشتريه وبيجي لي لحد البيت. البروف ده انا اشتريته اونلاين اهو، حلو جدا، وكان ب20 جنيه. ماشي. واشتريت 4 قطع كمان اونلاين، عايزه اوريها لكم. دي تاني قطعه اشتريتها، ودي ماركه ميكس، طبعا ماركه هولنديه. اتكلمت عليها قبل كده على الانستجرام علشان يعني انا لبسته هناك، ومش عايزه اقول لكم ان هو خامته حلوه ازاي، وكان ب50 جنيه. تمام. طبعا انت بتشتري اونلاين بتبقى البنت او البائع عموما بيبقى كاتب الهدوم بالسنتي، فانت بتقيسي هدومك بالسنتي بالمازوره دي، عشان انا جبت مازوره عشان اوريها لكم، عشان في ناس قالت لي يعني ايه مازوره. المازوره دي انت بتشتريها وبتقيسي هدومك من تحت الباط كام سنتي، وبتشوفي المقاس هيجي عليكي ولا لا. وبعد كده اشتريت كمان قطعه الجاكيت دي، عجبني قوي قماشتها عشان هي قطيفه، ودي ستان، فحسيت ودي ستان، انا حسيت ان في حاجه بس خيال، ودي كمان ستان، فحسيت ان هي شكلها شيك قوي. هو طلع كبير شويه عليا بس انا ولا همني، انا كده كده بلبسه اوفر سايز، ولبسته عشان هو عجبني تفاصيله. بصوا الزراير، بصوا الزراير، زراير ستان، يعني ده كان ب50 جنيه. ماشي. واشتريت معاه ساعتها في نفس الاوردر ده، اشتريت الجاكيت ده كان ب150 جنيه، هو زي بليزر اوفر سايز كده، ويعني خشوا على الانستجرام هتلاقوني مطقماه بكذا حاجه، وكنت بسال الناس البسه ازاي وكده، اكيد اللي عندي هنا وهنا عارفين، فهيقولوا انت بتعيدي كلامك ليه. ماشي. وهو فينتج قوي، يعني هو اصلا بصوا ستايله اللي هو يعني الستايل انا بحبه. فانا كده قلت لكم مكانين انا بشتري منهم، بشتري من المحلات اللي بتبيع بالكيلو، وساعات بيبقى في ناس عامله عروض، الكيلو ساعات بيبقى ب300، وساعات الكيلو بيبقى ب450. فانت حاولي ان انت تختاري برضو المحل المفضل ليكي. فلو انت بتحبي هدوم البالة او اللبس اللي هو القديم ده اللي انا بتكلم عليه، وظروفك مش هتسمح ان انت تسافري الوكاله دلوقتي، فانت ممكن تلاقي حلول بديله، وهو اللبس بالكيلو او الاونلاين هيبقى مريح قوي بالنسبه لك، وكمان بيبقى مضمون علشان المحل مش هيبيع حاجه بايظه، علشان يعني هيبوظ سمعته على قطعه بايظه. فهو بيبقى مثلا بيبيع الحاجه بيقولك ان دي فيها ديفو كذا، لكن في الوكاله مش بيقولك ان فيها ديفو، لان انت بتبقي شايفه القطعه بايديك وعايزه تشتريها اشتريها، مش عايزه تشتريها ما تشتريهاش. لكن المحلات او الاونلاين بيبقى مبين لك الديفو اللي بيبقى في القطعه، وبيبقى معرفك هو منزل مثلا في القطعه دي 10 جنيه علشان هي فيها ديفو كذا، فعلشان انت ما ترجعيش تتكلمي وتقولي له انا خدت ده وطلعت مقطوعه. فهو بيبقى مبين كل حاجه. بس وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، ولو عجبك الفيديو انتظروني وتابعوني الفيديوهات الجايه عشان هتكلم على نصايح فيديو الوكاله.
هحضر ليه اهو، ويلا باي باي.